عايزين نعرف حضرتك اخترت صناعة السجاد اليدوي بالأخص ليه؟ بص حضرتك، احنا كمجموعة كاربت شوب للسجاد احنا موجودين في السوق المصري من 2010. لينا فروعنا ولينا أماكننا موجودة على مستوى القاهرة. تمام. لما حصل موضوع أزمة الاستيراد، تمام، وان اتمنع ان الشغل المستورد ينزل مصر وحصل رسوم اغراق، وطبعا الفتره بتاع تاخير العمله والكلام ده وقله العمله كلنا عارفينها، خلانا نقول ان احنا لازم نصنع كل حاجه تمام في بلدنا هنا مصر. لازم ان احنا يعني في كل الصناعات بقى، مش صناعه السجاد بس طبعا. يعني فقلنا نعمل ايه؟ قلنا لازم نصنع الشغل هنا ونمنع موضوع ان احنا نستورد، ونلغي فكرة ان احنا نبقى محتاجين نوفر عملة صعبة. تمام. ونوفر العملة الصعبة دي للحاجات اللي هي الحيوية الحساسة، وكل ده يعني على قد ما قدرنا نعمله. الحمد لله ربنا وفقنا ووصلنا ان احنا عملنا المنتج اللي كنا بنستورده من تركيا، عملناه الحمد لله بفضل الله زي المنتج التركي وافضل كمان. انا شايفه طبعا المنتج يعني في منتهى الروعه، انا ما صدقتش ان هو مصري. يعني انا شغاله في المجال ده تمام. فانا ما صدقتش ان هو مصري خالص، يعني فعلا جوده عاليه جدا جدا جدا. الله يعزك. انا عايز اقول لحضرتك كمان تمام ان احنا غيرنا التصميمات. اكيد يعني طبعا. ابتدينا ان احنا نعمل تصميمات خاصه بينا احنا. تمام. تنافس التصميمات التركيه، والحمد لله ربنا وفقنا جدا زي ما حضراتكم شايفين. تمام. والحمد لله منعنا ان احنا نستورده خالص. ايه اصعب التحديات اللي قابلتك في البدايه علشان تاسس مصنع زي ده للسجاد؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، يعني هي اصعب التحديات اللي قابلتني وهي الفينش بتاع الشغل. توفير المنتجات الحمد لله قدرت ان انا اوفر الخامات من مصانع مصريه هنا بنفس الجوده تمام اللي كنت بوفرها لما كنا بنستورد الشغل ده. فالحمد لله ده كان يعني الامور كانت بسيطه، والمصانع المصريه الحمد لله قدرت ان هي تساعدني تمام ان انا اعمل كده. اكتر حاجه هي كانت صعبه علينا قوي ان انا اقدر اوصل للفينش الفينش التركي اللي انا كنت بستلمه. طبعا دربنا العماله عندنا تمام، تدريب كان شاق جدا. عايز اقول لحضرتك قعدنا سنتين علشان نقدر نوصل للفينش تمام اللي احنا عايزينه. يعني قعدت سنتين في تريننج مع العماله ان انت تمرنهم على الفينش والجوده؟ سنتين حرفيا والله. انا عارف ان الوقت يعني كبير ومبالغ فيه، بس حرفيا طيب انا خدت الوقت ده ليه؟ خدت الوقت ده من دقه موضوع التفاصيل. عندنا كمجموعه كاربت شوب الموضوع مش موضوع ان احنا نصنع بس، لا، هو بنهتم بالتفاصيل قوي. فلما بنهتم بالتفاصيل فما كانش الفينش يبقى افضل من الفينش التركي. تمام. وهم للاسف كمان رفضوا في تركيا ان هم تمام يصنعوه هنا، خصوصا المنتج ده. طب ليه رفضوا؟ رفضوا لان هم يعني شغل الصناعه اليدويه بتبقى يعني ايه، بتبقى كل واحد في مجاله بيحاول ان هو يعني يداري عليها. تمام. غير الصناعه سر المكن، المهنه يعني سر او سر الخلطه في الصناعه عامله ازاي؟ حاجه زي كده، خصوصا ان هو يدوي. عارفه حضرتك لو هو مثلا شغل ميكانيكي تمام ومكن والكلام ده عادي، هنشتري المكن وهينزلوا يشغلوا المكن زي ما عملوا كده فعلا في مصر. لكن الموضوع اليدوي بيبقى يعني الضوء عليه تمام قليل، فبيبقى في زاويه لوحده. حلو جدا.